فرحك أكيد منصور. ادفع بذكاء للحصول على نقاط مجانية ممكن تستبدلها بقروش كاش في محفظتك. حمل التطبيق الآن. فرس، تجربة جديدة تضيف المتعة والفائدة لرحلاتك. فرس، خيارك الأفضل. حافظ على عمر المكنة وديها أربلو. أربلو الكل بيفضله، ومن دون ألو غير بأربلو. بنحطم الأسعار وشعارنا الجودة فرس شعار. معانا تظل أفضل قرار، ما تحتار، نيو سيتي هي الخيار. أستاذ عماد، لأنه من حق الناس تعرف بعض الحقائق وحتى يكون المشاهد معنا داخل الصورة، هل هذه المستندات هي صحيحة 100%؟ يا أستاذ سهام، المستندات اللي موجودة دي سليمة وصحيحة وبتثبت مدى التلاعب والفساد داخل الوزارة. يبقى السؤال المهم إذن أستاذ عماد، هل السيد الوزير على علم بهذا التلاعب؟ هل بيحصل يعني تحت علمه؟ طيب يا أستاذ سهام، قبل ما أكون أنا صحفي أنا رجل قانوني، بس ما بتكلم ساي، بتكلم بأدلة، والمستندات دي فعند السيد الوزير يا أستاذة. طيب نحن للأمانة كان مفروض يكون معنا السيد الوزير حاضر داخل الاستوديو، لكن لأسباب خاصة به وهو اعتذر عن الحضور، لكن حيكون معنا عبر خط الهاتف كنترول. بتمنى تتصلوا بنا بالسيد الوزير عصام الخون ويدخل معنا عبر خط الهاتف. طيب سيادة الوزير، بما أنه أنت سمعت كلام الأستاذ ضيفي العزيز عماد الدين، يا ريت تعقب لنا عليه. تفضل يا سيادة الوزير. دقيقة يا أستاذة، أول حاجة يا أستاذة سهام، كلام ضيفك العزيز ده كلام بيعتبر اتهامات باطلة، تروهات ما عندها أي أساس من الصحة ولا عندها قيمة. ده كلام فارغ يا أخي. والسيد المحامي اللي بتقول عليه ويقول لك أنا حقوقي وما ده، نحن نعلم تماما إنه صاحب أجندة وبيخدم في جهات معلومة تماما. معلش يا سعادة الوزير، معلش يا سعادة الوزير. يا أخي دقيقة، ما معلش أنا ما بتاع أجندة يا سعادة الوزير. بتاع أجندة. أنا ما بتاع أجندة، أنا بكشف الناس اللي بتتلاعب بحق الشعب يا سعادة الوزير. أنت هسه مالك منفعل. نحن أي واحد فيكم راصدينه وبنعلم تماما. يا أخي أنت هايف والناس اللي معاك هايفين وكل يا أستاذة أنا بتهم في حضرتك يا أستاذة. معلش أستاذ عماد، سيادة الوزير كمل كلامك وبعدين حيكون عنده مساحة للرد عليك. تفضل. يا أستاذة أهو قدامك، أنا ما قلت حاجة من عندي، هذا قدامك. يا أخي ديل أبسط مقومات آداب الكلام ما عندهم. نفس الهمجية والعشوائية اللي بقاطعني بها. ما بها همجية يا سعادة الوزير، ما بها همجية يا سعادة الوزير، يا سعادة الوزير، يا سعادة الوزير اسمعي للآخر. أنا بعتذر والله يا أخي زول ده، يعني أنا ما قاطع، يعني قاطع في كلامي. ما مقاطعة، أنا أستاذ عايز أحكي واقع يا أستاذة. أستاذ عماد أديه فرصة وخليه يتكلم وبعد ذاك حنرجع لك كامل المساحة لك عشان ترد. تفضل يا سيادة الوزير. يا أستاذة سهام، يا هي شفت الاتهامات بالسذاجة دي يا هذه الهمجية اللي أنا بقصدها. نحن يا أخي كل مرة بنسكت على الكلام الفارغ والهيافة اللي فيها الناس دي. لكن أنا أكد لك بعد كده نحن سكات ما في. أصلا ما حنسكت على الإطلاق، ما حنسكت. عرفتي؟ القانون يفصل بيناتنا عشان ما كل شوية يا أخي يرط لنا واحد هايف شايل له كم ورقة ويطلع يتهم الوزارة ويتهم الناس. يا أخي يا سعادة الوزير، معلش يا سعادة الوزير، معلش يا سعادة الوزير، معلش يا سعادة. دقيقة يا أخي. تمام تفضل يا سعادة. شنو الناس جاي من وين يا أخي؟ العالم كله يا أستاذة كله بيحترم مؤسساته ويحترم وزراءه وبيحترم الدولة، إلا عندنا هنا كل شوية يا أخي يظهر واحد هايب زي قاعد معاك ده. للأسف أنت يا أستاذة سهام
كاعلاميين مساهمين في العبث اللي بيحصل ده. لانه اي واحد يا خلينا اكمل كلامي. جدا جدا. اي زول جبت له هنا وعملت لنا منه فسيخ وشربات يا اخي تعبتونا يا اخي. يا اخي نحن بنتحمل مسؤوليه شعب كامل، بلاش كلام فارغ معاكم يا اخي. الو سيد عصام، انت معايا على الخط؟ يبدو انه انقطع الاتصال مشاهدينا. لا يا استاذه، الخط ما قطع. عصام الغول ده انا بعرفه كويس من زمن الجامعه. لما ناصره في ركن النقاش عادي بكبرها بذوق، عادي بيطلع من النقاش. واصلا دي طبيعته بتاع زوغانات. لما ناصره عارفينه بذوق. ما في مشكلة أستاذ عماد. سيادة الوزير عصام الغول، بتمنى إنه أنت تكون بتسمعنا. أنا أديتك فرصتك الكاملة وقصدت وتعمدت عدم الرد عليك حتى تكمل كلامك، لكن أنا ما بسمح لك إنه أنت تصف الضيف المعاي بالهايف، لأنه المقام اللي عندي أكبر وأرفع من إنه أنت تسيء لضيفي العزيز. وأنت زي ما بتقول إن إحنا مسؤولين من أبناء الشعب ومن رعية الشعب. نحن كمان كإعلاميين عندنا الحق الكامل ومسؤولين مسؤولية تامة من أبناء وبنات الشعب، ونحن واجب علينا كإعلاميين أنه نسلط الضوء على الحقيقة ونكشف الحقيقة ونتعامل مع المشاهد بكل مصداقية وشفافية. أنا بشكرك جدا ضيفي العزيز الأستاذ عماد الدين. شكرا لك، شكرا لوجودك معي. أشكرك يا أستاذ سهام لهذه الاستضافة الجميلة. مشاهدينا، لن نلتقي بإذن الله تعالى في حلقة جديدة من ملفات سرية. كونوا في أمان الله. وليد أنا خايفة على سام دي جدا. وليد أنا حاسة المواضيع اللي بتتناولها دي ممكن تسبب لها مشاكل كبيرة. والله يا سلمى أنا ذاتي مرات بخاف عليها. سهام ببرنامجها ده بقت بتشكل خطر كبير على حيتان كبار في البلد. يا أخي المنظومة اللي بتهبش فيها سهام دي منظومة فساد متكاملة. الناس دي لما تبدأ تحبشهم وترازيهم وتكشف أسرارهم للعالم أكيد حيكون عندهم ردة فعل يا سلمى. المشكلة هنا أنت عارف سهام دي ما بتسمح كلام أي زول غيرك. يا أخي ما تحاول تقنعها، حاول تتكلم معاه. أنت عارف لو حصلت لها حاجة أنا ممكن أموت. لا ما تقولي كده بإذن الله. لكن سهام أختك ما عارفة أنت يا سلمى. أوريك لي أنا سهام لو بتسمع كلام زول لا عندها زول بيأثر على قرارك، وأنا بقيف معها يعني حدعمي حيتقطع منها مثلا. يا ريت تقيف معاها كده يا سلمى. ما في سوبر ماركت. هسه ماشي وين أنت؟ ماشي السوبر ماركت هيك بنام شوي. خلاص خلي بالك من نفسك. بس اقول له شنو يا اخي. الو اهلين سعادتك. والله لقيت التليفون منور يا اخي. كيف اخبارك؟ والله يا سعادتك يا اخي البنت دي انا عذبتني عذاب وحرمتني كميه من الاحباب والاخوان، بس لكن يا ريس يا اخي الزوره دي مسنوده وعندها جماهير عاليه جدا جدا يا ريس. انا وعدك اتصرف معها. خلاص جدا يا ريس. يا اخي يعني ربنا لا جاب الزعل يا ريس. حاضر. علم وينفذ. علم وينفذ. والله يا اخي عملت حلقه جميله يا اخي. رايكم شنو في الحلقة؟ يا بيت الوزير ده أفلس، شبكك ضيفك هاي وفارغ، أجي كمان جابت لها هيافة وكلام فاضي، راجل بالغ عاد. والله انتوا عارفين انا الضحكه دي من قبيل ماسكه، يا اخي طلعت برا الاستوديو ضحكت حتى جيت خشاك والله عصرت وعصر ذاتك شينا خلاص يا اخي. ولسه كمان هو شاف حاجة. الحلقة الجاية حتكون مولع نار، هنتكلم عن التصاديق والأذونات والمبالغ اللي بتتم اللي بيدفعوها المستثمرين عشان ياخدوا التصاديق دي. حيطلع حقايق ما في زول شافها قبل كده. حقايق حتكون كتير والله، الله يكون في العون بس يا اخي. هاي يا جماعة. تفضل. دقيقة هرد. الو ليه يا استاذ صادق؟ في شنو؟ ما في مشكلة، بكرة الصباح بكون معك في المكتب كالعادة.
كالعادة سهام أنا دايرك بكرة الصباح في مكتبي. ايوه طبعا. ها بكرة يا جماعة راجينا موشح أنا في وقت المدفع. من الصباح شغالة حيتفشى فيني يا أخ. الله يكون في العافية. للصباح نشوف بيحصل شنو. للصباح نشوف اللي بيحصل شنو بعد ذاك القريب. شوف اجي يا بنتي، ده مش كجول اللي قلتي عايزاه، ولو ما عرسلك تلبي من الكبرى تلبي ده. عليتك ذاتك كان خليتيني تلبتك. ها هو ده علس ده؟ كجول ده هو شنو؟ كجول ده ستي حازوه مع البشر والناس. انا كل يوم ممغسه ومدغسه معقوله بس يومي عليتك لو خليتيني متولي تحت. انا شفت كجول ده بطنه طمط منه خلاص. كلام ونس سايب بشوف ضحكك ونسك معاه ودراماتك ما يسمح كلامك. اسمعي هنا عليك الله يومي بتكتب بتاع الشعارات ساي. اسمعي هنا يا امي، البنت صغيره وما تتدخل في كلام زي ده وما تتدخلي في امور الناس الكبار. انت كان عندك نفع ما قاعده لنا باينه. اسمعي يا سماسم، اسمعي يا سماسم، اسمعي دقيقه روقي. اسمعي يا سماسم، انت عايزه شنو بالضبط؟ نطلقك منه الراجل ده يعني ولا شنو؟ انا كمان مالي الدلجه دي، صغيره وجاهلانه. مالي الدلجه دي. طلاق شنو؟ صعب الضم يمشي يهلو شوي. انا عشان احلف عندي رجال وعندي اهل وعندي اخوان. شنو يا جماعه النصر؟ تا ضفيرة تعال اسالك الليله ابرولك وين؟ برول شنو انت كمان عليك الله يعافيك، وين الشغل لما بنلبسوا لا برول؟ والله صدقت يا هندسي صاحبك جاي نشوفه معانا ولا مع الخيانه؟ صاحبك ده؟ لا طالع صدقت والله صدقت. برولك وين؟ ها؟ برول شنو يا تيرا؟ وين الشغل عليك الله لما بنلبسوا لا برول شغل ما معروف بيمشي وين؟ تأثير دقيقة دي تعال اسألك، انت صاحبك ده قصته شنو؟ صعب منه؟ والدلمك ولا مفك ده؟ مارو دلمك مارو صناعي شغال يا زول حضران اموره طيبة مالكم يا خان؟ صناعي أكتر مننا يا تيرا والزول ده جا الورشة دي 200 يا زول. اسمع المعلم ذاته كان ما جنة زول بيبيع فول اتصالي يبقي ضراعه الاول يا اخي احنا خبرة لنا شغالين معاه سنين يا اخي. شغل الزول ده ولا شنو؟ يا زول في النهاية صناعي شغال واحد وشغال ضراع المعلم اليمين بيحقوا بيشقاوا مالكم مال. بيشقاوا نحن ما شغالين؟ انت شايف نحن ما شغالين يعني ولا كيف؟ بيحقوا يا زول. حقه شنو يا تيرا؟ وينو الحق؟ عنده حق اكتر مننا في الورشه دي وجمتين الورشه دي يا تيرا، الكلام ده انا حعيده كتير ولا شنو؟ يا اخي نظفوا قلوبكم ودخلوا الحسد يا تيرا يا تيرا تيرا اسمع كلامي. رزق يا انا اسمع كلامك يا زول. حساب لو جمع ما بتقدر تدفع بعدين يا صاحبي. اطلاقا جانا عداد شوفني كده التليفون ده بيضرب. ده عداد يا معلم. ان شاء الله شغل خارجي، ان شاء الله شغل خارجي كلينا ميكانيته ولا ينسيبه. لكن اسمع كلامي، هسي الزول ده اختار براوة الدلمك، معناه الزول ده ضدنا ما معانا. وريتك الزول ده ما زولنا ولا مويته جاري في مجارينا، لكن انت راكب راسي. نحن انتين فهمنا بس جوز لا خسارة يا صاحبي. في شنو يا سماسم؟ ما في شيء يا صابر اخوي. لا في، هسي الكلام كنت بتقولي فيه ده قولي له. سماسم لا اله الا الله محمد رسول الله يا صابر اخوي. سماسم انت زول ده لما قلت تقدر تتزوجي انا قلت لك انه زول سجمان ومزل المسؤوليه قلت لي لا صابر انا زول ده غيره. كنت صغيرة وجاهلة يا صابر اخوي، وهسي حاليا كبلطة وعقلطة وعرفت الدنيا دي فيها شنو، وعرفت ذاته معالم شخصيته والحاصل شنو. انت هسه يا سماسم كبرت وعيدي؟ كبلطة ووعيت وعاقلة واقع علي السيانة ايش واقع علي. طيب نحن كاهل مطلوب مننا شنو يا سماسم؟ والله يا صابر اخوي ما عارفه، انا تعبت منه بجد كجول ده انا تعبت منه. وبعدين يا سماسم نحن ذاته في الدنيا دي ما عندنا شغله غيرك انت كجول ده؟ كويس سماسم الزول ده انت ما مرتاح معانا وبطلقك منه. طلاق؟ لا طلاق شنو يا صابر اخوي؟ لا ما قدر ده. هي انا ذاتي صغيره لسه في عن شبابي. طلاق شنو؟ لا سماسم الزول ده يا طلقك منه يا تقومي تمشي بيتك. لا امشي بيتي يا اخوي. طلاق شنو؟ بلي يا يما فتكم عافيه يا امي. خايتي يا امي جلس جنترة. والله امي بتقدر ربنا يدينا خيرها بس. والله يا ولدي هاي بس البنت دي مجنونه جين ربنا يصبرنا عليها ساي بس الحمد لله. سواك بليش يا اخي مش حصل الشغل. حاضر يا صابر. يا الله يا اخ. الو يا علوش، كيف صباح الخير؟ مشيت القناة؟ يا اخي انا عربتي عطلانة بتدور لي ما اعرف الحاصل شنو. تجيني؟ خلاص تمام اوكي يلا تعال مستنياك. تمام.
مرحب بك، شرفتنا كثير والله. الله يجزيك خير. تسلم. شيخ الرفيع يا اخي بيننا وجود ومحزه شديده. في الاونه الاخيره ناس الحله بيجوا يشكوا منك من خطبك والله. انا؟ اي والله. ليش شنو؟ عملت شنو انا؟ والله الناس كلها بتشكي وحتى الشباب في خطبك انك ما بتريح زول انت والفاظك تنتقيه ومعانا حريم في المسجد بيكونوا اغلبنا بيجوا يشكوا منك في المواضيع دي والله. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. شوف يا شيخ حسن، انا ساكت على الحق شيطان اخرس. انا الخطب بتاعتي دي كلها جلد. اي زول بيغلط ما بخليه وما برحمه. المحلسه والتحنيس بتاعكم في الخطب ده ما بينفع معاي، ما بينفع معايا يا شيخ حسن. الدين ده ما حق وخط واضح مستقيم. شيخ الرفاعي طيب اسامه بتاع النقله ده علاقته شنو انت يعني تردم الردم ده كله وزمان مقصر معنا في الجامع ومتابع علمك واللمبات والمراوح ما مقصر من الجامع ده في اي شيء. اسامه ده بالذات انا قاصده، عارف قاصده ليه؟ قال له فاسد بيجيب بضاعه فاسده بيع على الناس. تصدق الزود انا شلت منه 5 لمض للبيت. الجامع؟ للبيت شلتها منه للبيت، ركبت 3 لمض بالليل، ثاني يوم ضربنا. رجعت له يا اسامه بكل ادب وتهذيب يا اسامه، اللمبات دي ضربت، ثاني يوم طوالي يا اخي يا غيروا لي يا رجع لي قروشهم بكل انفه. قال لي اسمع انا جربته ولي قدامك خلاص ثاني ما برجعهم. اليس هذا فساد؟ اليس هذا كذب؟ كيف اخليه يعني؟ انا ما بخليه والله، وقلت وفي الخطبه الثانيه طوالي تكلمت عنه، مش حاسيبه ابدا. ده فساد. فساد علاقته شنو بالجامع يا شيخ رفاعي؟ ده ما بيع ما مقصر غش الناس، ما مقصر معانا في الجامع نهائي. هل يبيع البضاعه الفاسده؟ يبيع للناس ببضاعه فاسده ويغشهم ويقول لك دي بضاعه كويسه؟ لا انا ما بجامل في الدين يا شيخ حسن، ما نجامل في ديننا. شيخ الرفاعي والغريب انه في خطبك دي ذاتها، في خطبك دي بتاع الكرين عروه بتشكر فيه وتلمع فيه يا شيخ الرفاعي. الكلام ده يعني ما اعرف موضوع علاقه الزول ده شنو. زول ما بيجينا الجامع والصلاه دي يا الله في الاسبوع بيجينا مره واحده ولا مدنا باي شيء ولا اي حاجه. سبحان الله يا اخي، أتظلمون الناس؟ هذا الرجل الخير الخلوق ده راجل محترم يا اخي. عربيتي الفارحه البردي شفتها اداني لي بها سعر ميت، وحتى جزء من المبلغ قسطوا لي يا اخي. هذا رجل فاضل. بعدين تعال اسالك، طالما انا امام الجامع وهو ساهم معي لك يا امام الجامع، يبقى طبيعي يكون خدم الجامع ولا الكلام ده ما صح؟ بما ان انا مضاف والامام مضاف والجامع مضاف اليه، صح ولا ما صح الكلام ده؟ يبقى خلاص يا اخواننا الزول ده خدم الجامع، الناس ده نوع من الحسد بالمناسبه، الكلام بيقول ده نوع من الحسد والله، يشهد الله. استغفر الله العظيم. والله الناس دي كلها بتشكي منك، انا مصدق المعلومه دي، والله دي الخوه اللي بيننا واللي عليه عملته وقلته، وبالطريقه دي يا شيخ الرفاعي والله الكلام اللي بيحصل في الخطب ده كله بيكره الناس في الدين، وفي ناس بدوا يشكوا، والله حتى احنا الشيوخ مصداقيتنا تجاه الناس بدات تتفقد. المعلومه دي لازم تكون في ذهنك. الا هل بلغت اللهم فاشهد. انت قصدك شنو يعني؟ قصدك انت عايز تقدر توريني انا اقول شنو في الخطبه ولا شنو يعني؟ اسمع هنا يا شيخ حسن، انا ما شايف صغير، انا بخطب بعمرك. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. خلاص انا قلت لكم الكلام ده، نيجي نعمل لكم الخطبه الجايه عيد الحب. مك يا مك ترتر يا صباح الخير يا صباح النور يا جميل. الله تعافوك براوي. خبر شنو صاحبي؟ مدخر مرك؟ شيء ده انا ما اقدر عليه يا اخي. ترصاص احمد؟ بنيه ما تفتش شغل. شنو شغلك كيف؟ وضعك كيف؟ ايش الحال؟ حاصل عليك؟ والله رايق. كويس؟ الجيب كيف؟ عنده عمه ثقيله والله. الله يبارك. هذول بتفرج اسيا هذول الشغله بتجي ان شاء الله. ان شاء الله الله مصلحها. يا رب يا كريم. كيف؟ الاخبار؟ تمام الحمد لله. على العربيه والله العربيه دي فجاه سخنت لي سخونتها فجاه بقت عاليه شويه. خليك كده افتح لي الكبوت ده نشوف. طيب اشوف الحال. سخانات عاليه شديده يا استاذ والله. هو الحال شنو طيب؟
طيب انا اديك حاجه، تعرف طالما احنا قريبين هنا ده نمشي ورشه فرنسا دي. انت اركب عربيه تجي وانا بسوق عربيه تجي، تباريني بقى بس تعالي وراي ان شاء الله بنوصل هناك والموضوع ما خطر. تمام أروح. يلا راح. الشيخ زولك يا صاحبي جاي متأخر وبعد ده كله الرزق يا مان ساكيه وعديل. معقولة يا أخي أنا نجي نتصبى من الصباح هنا ده يا أخي نفاق نار ساي ما اللي فوق يا مان. الشغلة دي يا مان ما شغلة الشغلة دي بتاعت اقسم بالله الزول ده يكون بتاع، اقسم بالله يا ضبير الزول ده يكون بتاع بتاع كجور. انا بطفش والله يا ضبير ما يبقى في مريك. انا الزول ده انا ما طفشته من الورشه دي، ما يبقى في مريك في حالي كده، وانا كمان طفشت الزول ده ما يبقى في مريك. معقوله يا اخي اي حاجه بيشتغلها يا اخي زول ولا مطره يا اخي معقوله. لكن يا اخي عارف يذكرني من الزول الوافي ده. ذكرني يتذكر عمك ابو الحروف ولا سمكه يا الله يبجد الله يبجد يطلع بجد يا اخي ذاك سمكه قاشي ميكانيكي قاشي كهربجي قاشي يا اخي ذاك زين من شارع صاحبي طالع ماكل نازل ماكل حيرنا ذاته يا زلمه. لكن اقول لك كلام اقسم بالله اقول لك كلام انا اديك من النهايه الزول ده واحد من الاثنين يجد من الشغل ده ينعطلوا بعد ده يقولوا يا شباب ينقموا كده كتاب الفكاب بلي بالكتب مع الكتب التقديره دي خطير في هذا. احنا نقعد كده يا اخي نقعد عطاله كده التقديره خطير كويس يا زول. لكن يا مان ضد المعلم ده لا يا مان هذا المعلم فوق دي شفته الدين مطلع هري وطلسوا معلم طلسوا يا زول علمت احنا في الكيف بتاع المعلم عم طلسوا شغال عامل فيها الشريف الرضي. شريف شنو عليك الله يا اخي؟ شريف ولا يا شريف يا زول؟ يا زول نحن هنا قدام يا زول. ما داير اثنين ثلاثه اصلا نحن عندنا الورشه دي ذاته قبل ما يجي ذاته لك ذاته والقيمات قبل ما يشيل المفتاح في احلامه ذاته نحن قدام بس قدام الموضوع ده منتهي. شوف ورتب وانا معك قدام يا زول ولا قدام يا زول. ده نفسي انا بلاستيك وخطه عشان لازم نطفش الوقت. ما داير اثنين ثلاثه الشغل كده ما بيستمر. منتهي اتفقنا؟ وين قبل ما تمشي انا عايزاك. ما انا مستعجل والله عندي موعد خليه بعدين نتكلم. الفجر يعني؟ عشان تيجي تلقاني انا نايمه؟ حيتكلم معاك 200. اقعد. احكي يا امي. شوف يا وائل، انت عارف ابوك منصبه حساس جدا واعداؤه كتار، والمشاكل الكثيره اللي انت بتعمل فيها دي بيستغلوها في صراعاتهم مع ابوك. اهدى وروق وما تودينا في 60 داهيه. امي لا اوديكم في 60 ولا في 70 يا اخي. انت رايك شنو؟ انا اطلع واخلي لكم البيت ده، لان انا بجد ما ناقص مشاكل ونقاشات لا معاك ولا مع السيد زوجي. بطل قلة ادب. السيد زوجي يبقى ابوك. شنو قلة الادب دي؟ بعدين انا كل ما اتكلم معاك بتقول لي انا عايز اسيب البيت وانا هخلي لك البيت. ليه؟ انت عارف انا لما اقول بسيب البيت ده فبسيبه، ما قاعد اكذب يا امي. يا وائل انا امك وخايفه عليك. اسمعني مره بس، اسمع كلامي مره. انا ما عايزه تكون في مشاكل بينك وبين ابوك يا وائل. خلاص اغنى يوم يدخل في مشاكلي ده انا اللي بتحمل مسؤوليتها، وهو لو عنده اي مشاكل وصراعات فيصفيها بطريقته يا امي. امي يا سلام يا اخي. وائل يا ولد يا وائل. ايوه برضه اسمع لو محتاج زول ولا حاجه بجيك. ها مبدئيا كده يا علوش في مشكله في القلب بتاع الطرمبه ده، انا براجعه قبل ما اراجعه بدخل لكم العربيه ذات فحص بتاع كمبيوتر شوف الحاصل شنو.
خلاص اوكي، كلام حلو جميل جدا جدا. هي العربيه ما معك، ونحن والاستاذه بنجيك اخر اليوم كده. ما في مشكله على شبشر. طب مش مفروض احول لك قروش لو احتجت اسبيره ويا حاجه؟ لا لا يا استاذ ما يحتاج، انا براجع العربيه واشوف الحاصل شنو، حتى لو احتاج الاسبير انا بجيبه وبعدين نهايه اليوم نتحاسب. طب اوكي شكرا. تسلم تسلم يا استاذ. يا مكة عليك الله، عربيه الاستاذه دي ما اوصيك عيب يا علي. الله يكرمك يا اخي، الله يكرمك. عيب يا اخي ما توصي على الاستاذ. الله يكرمك يا اخي. نخدمها بعيوننا. الله يكرمك يا مكة يا اخي، تسلم يا اخي. سلامات يا ريس. يا باراك تفضل. ان شاء الله خير يا ريس. يجي من وين الخير يا باراك؟ شفت الحلقة بتاعت جبيل دي؟ البيت اللي بتتكلم دي سمعتها؟ شفتها والله يا ريس شفتها. شوف يا باراك، زول بيتكلم بالقوة دي ده معناته عنده مستندات حقيقية. أنا عايزك تغربي للوزارة دي مكتب مكتب، درج درج يا باراك لحد ما تلقى الزول ده منه. مفهوم؟ مفهوم يا ريس. الوزارة دي أنا أغرب لها يا ريس، لكن الموضوع ده أنا شاك إنه كبير، وفي جهة عايزة تعريني قدام الناس. والله ده شيء طبيعي يا باراك، لأنه في تشكيل وزاري في اليومين الجايات ديل، لكن ديل بيحلموا. نحن يا باراك كراسينا دي ما جبناها بالساهل عشان نفكها بالساهل لزول شايل له ريقات وقاعد يكورك في القناة، ولا ناس قاعدين فاتحين لايفات وبكوركوا في السوشيال ميديا. ده كلام فارغ، ده ما هيحصل أصلا. المهم إنك تلقى لي الزول اللي قاعد في الوزارة بيمد الناس ديل بالمستندات ديل. جدا. طيب يا ريس، انت المذيع دي نتصرف معاه كيف؟ والله انا كلمت الصادق، الصادق قال حيتصرف، كان ما تصرف احنا حنتصرف. الموضوع ده ما خطير يا باراك، ما تشيل همه. يا ريس البيت ده انا شايف انه في جهه موظفه انه تشتغل ضد العديل يا ريس. يا ريس البيت دي في الحلقه الاسبوع اللي فات بدأت تلمح بفوق، وحلقه الليله دي يا ريس جايبه لها زول ومستندات وكلام فارغ. البيت دي يا ريس احنا لازم نتصرف معاه يا ريس والله. لا يا باراك يا اخي ما تكبر الموضوع، ما كده. موضوع بسيط ابسط مما تتصور. بعدين هي ذاتها يا اخي ممكن تكون بتعمل كده عشان تلفت نظرنا، يعني بيني وبينك يا اخي احنا شويه الناس ديل قصرنا منهم. ما تزعج نفسك، الموضوع ما خطير. اهم حاجه يا باراك انا داير اعرف الزول ده منو، لانه الناس الزي دي لازم تجفف مصادرهم. لو عرفنا الزول ده ما عندنا مشكله. جدا يا ريس جدا. مفهوم؟ جدا. خلاص نتلاقى بعد، تجي بكره بدري ها؟ جدا ان شاء الله. سلام يا ريس. طيب.